تصعيد أكاديمي غير مسبوق تشهده الجامعات في النجف الأشرف على خلفية قرار حكومي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط التعليمية بعد إلغاء المخصصات الجامعية عن التدريسيين غير المتفرغين. أمام بوابة جامعة الكوفة نصب أول سرادق الاحتجاج، حيث كان الدكتور حيدر الخطاب أول من جلس هنا معلنا استعداده للإضراب عن العمل رفضا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء المخصصات الجامعية. المخصصات الجامعية هي قانون، والقانون لا يلغى إلا بقانون. جامعة الكوفة بس التدريسيين 6000، وبالنسبة للموظفين فوق ال 15000. احنا الموقف مالتنا اضراب. هسه احنا يوميا البارحة واليوم نبقى ل 12 بالليل، وحتى عندنا جماعة يباتون، ومن باكر اضراب، ماكو دوام، ما ندخل ما ندرس، خل تجي وزيرة المالية هي تصحح الدفاتر مال الطلاب. ولم يتوقف الحراك الاحتجاجي عند جامعة الكوفة فحسب، إذ امتد ليشمل جامعات حكومية أخرى في المحافظة، حيث التحقت جامعة جابر بن حيان الطبية بركب المحتجين، ونصبت هي الأخرى سرادقها في مشهد يعكس اتساع رقعة الرفض الأكاديمي للقرار. احنا من اساتذه الجامعات في العراق ككل، وبالخصوص جامعه جابر بن حيان، نرفض هذه القرارات الاخيره لحكومه تصريف الاعمال اللي بيها ظلم للطبقات وكوادر التعليم العالي، لا يتناسب مع المعيشه. اكثر الموظفين حاسبين حسابهم بهذا العمل بانه تمشي امورهم وامور حياتهم على هذه الطريقه، لكن نتفاجأ بصدور قرار، وهو هذا القرار إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية وترك هواي أمور هي بالبلد أهم منها تقدر توفر واردات للبلد، لكن ما قدرتهم إلا على أبسط الحلول وأسهلها ممكن هي قوت الموظف. لكن احنا منا واليوم جاي بعد ما نسكت مستمرين. وبين إصرار الأكاديميين على المضي في خطواتهم الاحتجاجية وانتظار رد رسمي من الجهات الحكومية، يبقى المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة، فيما تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة في قضية تمس شريحة واسعة من الأسرة الجامعية ومستقبل التعليم في البلاد. من النجف الأشرف، محمد الغالبي، وان نيوز.